السلام عليكم، أنا أخوكم محمود البغدادي، أنا مهاجر مصري موجود هنا في كندا. الفيديو بتاع النهارده مختلف، مش هتكلم فيه على الهجرة، هتكلم فيه لما تيجي كندا تعمل إيه، وإيه أهم حاجات تعملها، حساب في البنك تفتحه، إيه أهم كريدت كارد تطلعها، إزاي تطلع رخصة السواقة، إزاي تختار الشقة اللي هتسكن فيها. الحاجات المهمة دي يعني في ناس كتير بتفوتها وبتيجي هنا تتخض، وللأسف لو مش مخطط لها مظبوط بتقع حاجات كتير منها، أو بتضيع على نفسك وقت أو فلوس كمان كتير، ودي بتبقى خطر جدا. فخليني اقول لكم على كل التفاصيل، عشان لو انت جاي قريب كندا وخلصت الملف الهجره بتاعك ان شاء الله تبقى كل حاجه مترتبه من قبل ما توصل. يلا تعالوا اوريكم انا فين الاول زي ما بنعمل في كل فيديو. بسم الله. المكان اللي احنا فيه ده اسمه دانداس بيك، ودلوقتي الوقت احنا في نص شهر 10 في يوم ال 23 اكتوبر، فده يعتبر كده في نص الخريف. زي ما انتم شايفين كل الاشجار لونت كده. والمكان هنا هي فكرته ان هو بيك، فهو البيك من على الجبل وتشوف كل الاشجار مع الالوان. سبحان الله، يعني سبحان الخالق حقيقي. توكلنا على الله. لو في حد لسه عايز يعرف بس ايه طريقه الهجره اصلا لكندا، او عايز يعرف ازاي بيحسبوا النقاط، ايه موضوع الاكسبريس انتري، الكلام ده انا اتكلمت عن الموضوع ده في فيديوهين، هحط لكم اللينك بتاع الفيديوهين هنا. تدخل تعرف النقط بتاعتك، تعرف كل حاجه. عشان اختصر لك الموضوع كله، انت محتاج يبقى عندك انجليزي قوي جدا، ولو ما عندكش ده وحابب تبدا من الصفر، ايا كان الكليه اللي انت خارجها، اتعلم فرنساوي. هو ده المفتاح السحري. يعني بص، كل المحاميين، كل خبراء الهجره اجتمعوا على الموضوع ده، ان الفرنساوي هو دلوقتي مفتاح الهجره لكندا لغايه اخر 2026، يمكن نص 2027 كمان. بس فانا بختصر لك الموضوع، اتفرج على الفيديو هتفهم كل حاجه. ربنا يوفقكم ان شاء الله. في حبيبه كتير. هو انا طبعا بعيد عن المكان اللي المفروض فيه التصوير، اللي هو الدانتا سبيك. فعليا المكان ده قبله حوالي 5 دقائق، فجيت هنا عشان يبقى فاضي، وهو فعليا فاضي، بس في ناس لما شافتني قاعد بقوا يجوا عشان يتصوروا كده. يلا خليهم بس بقى. المهم ان انا ما كنتش مضايق حد، وبقول للناس ان انا الكاميرا شغاله، فالحمد لله هم تمام. خلينا نتوكل على الله. انت دلوقتي جالك السي او بي ار، اللي هو الكونفirmation اوف بيرمننت ريزيدنت. وصل لك الايميل ان انت خلاص روح ودي الباسبور، بيبقى اسمه الباسبور ريكويست. رديت الباسبور بتاعك، تحط عليه الفيزا. الفيزا دي بتاعت الدخول، دي مش الهجره. انت دي فيزا الدخول للبلد. اول ما بتدخل بياخدوا منك البيانات وبيبعتوا لك بقى الكارد بتاع البيرمننت ريزيدنت. حلو. فانت خلاص انت دلوقتي جاي على كندا. تجيب ايه معاك وانت جاي؟ خلينا بقى ناخدهم واحده واحده. قلت امشيهم بقى ونقعد براحتنا كده. بص، مبدئيا الاوراق الرسميه المهمه اللي انت لازم تجيبها معاك: شهادات الميلاد، قسيمه الجواز، شهادات ميلاد الاطفال لو انتوا جايبينهم، ودي حاجه مهمه قوي. وكمان لو الاطفال في المدارس فانت تاخد اثبات من المدرسه هم في سنه كام، بحيث لما تيجي هنا ده يسهل عليك. هم كده كده حتى لو انت جاي على فيزا سياحه الاطفال هنا بيدخلوا المدارس، ولكن لو انت جاي مهاجر انت محتاج تبقى متاكد كل حاجه معاك، عشان ما تحتاجش كل شويه تبعت تجيب حاجه من مصر او من اي بلد تانية. فيبقى الموضوع انت جاي متاكد كل اوراقك معاك، عامل منها صور كده، انت تمام. وانت جاي بقى هيحتاج ايه منك في المطار؟ الفيزا اللي انت داخل بيها تمام، الورقه بتاعت السي او بي ار دي زيها. بص، دي اهم من الجنسيه الكنديه، يعني انت وانت بتقدم على الجنسيه الكنديه بيبقوا محتاجينها، فانت هتحتاجها في كل حاجه. اتاكد ان الورقه دي معاك صورتين. المواصفات انت فاهم بقى، المواصفات بتاعت الصوره بتاعت كندا، يعني بتاعت الورق الهجره وكده. احط لكم برضو الكلام ده في الكابشن بتاع الفيديو. الضابط في المطار هياخد منك، ضابط الهجره هياخد منك صوره، وهيوقع لك على الورقه بتاعت السي او بي ار، فانت كده بقى اسمك مهاجر خلاص. ولازم يبقى عندك عنوان بتاع حد في كندا، او لو انت اجرت شقه قبل ما تيجي هقول لك بقى ازاي تاجر الشقه دي كمان. هتدي له العنوان، بحيث ده اللي هيتبعت عليه الكارد بتاع البي ار اللي هو البيرمننت ريزيدنت. حلو. تاكد ان هو كتب العنوان صح. يعني انا شخصيا مثلا حصل معايا ان احنا الاثنين انا ومراتي اديته العنوان، الكارد بتاع مراتي وصل وبتاعي ما وصلش. طلع هو كان حاطط عنوان بتاع على مراتي العنوان صح، وحط العنوان عندي عنوان مختلف، فتاكدوا ان هو عمل العنوان صح. حلو. دي حاجه. لو انت جاي في الاغلب، لو انت جاي على مصر الطيران، جاي من مصر جاي على مصر الطيران، مصر الطيران الرحله بتاعتها بتوصل بدري قوي هنا، ده حلو. ولو جاي مش في يوم اجازه بيبقى في كيوسك كده، اللي هو كشك يعني في المطار بتاع السن نمبر، بيطلع لك الاس اي ان نمبر ده اهم حاجه. يعني بص، زي الرقم القومي كده في مصر، ده هتحتاجه تروح للكشك ده، هتوريهم السي او بي ار، هتوريهم الباسبور، كلام من ده، وخلاص وهم هيطلعوه لك وانت واقف. ان شاء الله ما يبقاش زحمه، لان الطياره بتوصل بدري قوي، فمش كل الناس بتبقى جايه اصلا عايز تعمل السن نمبر ده في المطار. في ناس بتطلع من المطار بسرعه، ده خلصوا في المطار فعلا هيفرق معاك جدا. في حاجه من ضمن الاوراق اللي تجيبها كمان معاك من مصر: لو انت بتسوق، او لو انت مثلا قاعد في مصر، في السعوديه، في اي بلد، انت واحد بتسوق وبتسوق بقالك سنين. هنا الرخصه في كندا صعبه شويه، ان انت بيبقى في 3 مراحل الرخصه. هم بياخدوا جي 1 جي 2، بعدها بسنه جي 2 ده اللي هو ما يقدرش يسوق بالليل،
ولازم يبقى بيسوق جنبه حد كبير معاه الرخصه كامله. بعدها بسنه بيدخل امتحان تاني عملي وبيعمل الفول جي. فانت طبعا لو انت عندك خبره، انت بقالك سنين بالسوق وعندك خبره طويله، فانت تستحق ان انت تدخل على الفول جي على طول. طيب هم هيعرفوا ازاي ان انت عندك خبره؟ انت بتجيب شهاده بيانات من المرور بتاعك. انت في مصر بتروح للمرور بتقول لهم انا عايز شهاده بيانات، بيطلعوا لك باول تاريخ رخصه انت عملتها. فانت لو طلعت اول رخصه مثلا في 2010 2012 2015 ايا كان، لو فوق الثلاث سنين هيفيدك ان انت تعدي هنا تدخل، يقول لك خلاص انت كده eligible، اعمل الامتحان النظري اللي هو الجي 1 وانت eligible ان انت تدخل على الفول جي على طول، حتى لو لقيت ميعاد تاني يوم. فده حلو جدا. طلع شهاده البيانات، خلي الرخصه المصريه معاك، خليهم معاك زي ما هم طبعا بالمصري، او لو انت مثلا جاي من المغرب من تونس ايا كان اي البلد، المهم ان هم بلغه البلد بتاعتك. لو هتترجمهم لازم يترجموا جوه كندا، ما ينفعش تترجموا عن مترجم معتمد بره كندا، لازم تترجموا جوه كندا عند مترجم معتمد، وبتروح بيهم المرور، بتمشي كل حاجه سهله ان شاء الله. خلينا نكمل بقى. خلصت السن نمبر وداخل. في ناس كتيره بتبعت لي لو انا مثلا مراتي حامل وجايين هنعمل ايه؟ هل التامين الصحي اللي هم بيسموه الاوهاب مثلا في اونتاريو ده بيبقى بيشملنا من اول يوم، ولا لازم بقى نعمل تامين خاص والكلام ده؟ الموضوع ده تكاثرت فيه الاقاويل صراحه. انا يعني حصل معايا موقف شخصيا، وحصل مع ناس يعني قريبين مني جدا، فانا اقول لكم اللي حصل معانا عشان ما حدش يضحك عليك. انت لما بتطلع السن نمبر روح على طول على حاجه اسمها سيرفيس اونتاريو، مش سيرفيس كندا، سيرفيس اونتاريو. لو انت مثلا في اونتاريو سيرفيس اونتاريو، لو في البرتا سيرفيس البرتا، وهكذا، اللي هي السيرفيس بتاعت المقاطعه ذات نفسها. تروح حتى لو من غير ميعاد، بس اهم حاجه ان انت يكون عندك ايجار جوه البلد، مش اير بي ام بي، ايجار يعني عقد ايجار باسمك. فلو انت كنت اجرت قبل ما تيجي تمام، لو ما اجرتش قبل ما تيجي روح وحاول معاهم، او استنى لغايه ما تاجر مثلا اسبوع ولا حاجه، وبعد كده روح لهم بعد الايجار والسن نمبر، هتوريهم الحاجه وتقول لهم انا عايز اطلع الكارد بتاع الاوهاب، يقول لك تمام. وانت واقف هتصوره انت ومراتك، اهم حاجه مراتك طبعا لان هي يعني حامل، فهي هتحتاج ان هي تستخدم بقى التامين الصحي. فانت مجرد ما يتصوروا كل حاجه بيدي لك ورقه تفهمه ان هي حامل واحنا محتاجين نبدا نتابع مع المستشفى او مع دكاتره او كده، فهيدي لك ورقه هيكتب لك فيها الرقم بتاع الاوهاب كارد. فانت كده تمام. الاوهاب كارد ممكن يوصل بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثه، مش فارقه، طالما معاك الرقم ده انت تقدر تروح اي ووكينج كلينيك، تقدر تدخل مستشفى. يعني انا حصل معايا شخصيا ان مراتي دخلت ولدت وما كانش الاوهاب كارد اصلا وصل، فما تقلقوش من الموضوع ده، عادي جدا. خلص كل حاجه، خلص الاوهاب كارد، خلص السن نمبر. في الاول انت كده كده يعني لسه ما فيش شغل، فانت بتخلص الاوراق الرسميه. خلص السن نمبر رقم واحد، رقم اثنين اوهاب كارد، رقم ثلاثه لو طلعت شهاده البيانات والرخصه المصريه او ايا كان البلد ترجمهم، هتروح على المرور عشان تطلع بقى الرخصه. حلو. جي 1 في ابلكيشن، هسيب لكم اللينك بتاع الابلكيشن ده، تقعد تبراكتس عليه، تحل اسئله كتير، عشان الجي 1 هو اسئله نظري، بيبقى حوالي تقريبا $50، انا مش فاكر بالظبط صراحه. تروح تدفعهم يقول لك خلاص خش امتحن الجي 1. تدخل تقعد على الكمبيوتر، هم تقريبا حوالي 20 او 30 سؤال تقريبا على ما اتذكر، بس تحلهم ان شاء الله تنجح على طول. يعني لو انت بتبراكتس كتير هتنجح على طول. نجحت في الجي 1 هتقول لك خلاص انت كده مفتوح لك، يا اما تحجز من عندنا يا اما تدخل اونلاين. ادخل اونلاين واحجز. لو انت في اونتاريو بيبقى معروف ايه الاماكن اللي يعني امتحان الجي فيها سهل شويه، مش سهل ان هم هيعدوك، ولكن الناس مش متعصبه. انا مثلا واحد من الناس عايش في مدينه اسمها اوكفيل، الامتحان في اوكفيل صعب جدا، وكان الناس بيقولوا لي، بس انا كنت مصدق، يعني انا بعرف سوق كويس، فانا ما كانش عندي مشكله، بس رحت في اوكفيل وسقطت، قطتني على اخر لحظه في حاجه عبيطه. فالموضوع تشالنجينج قوي في الموضوع ده. لو انت في الجي تي اي انا رشح مثلا برلينغتون، في ناس بيروحوا حاجه اسمها اورنج فيل، برضه دي كويسه جدا. خلصنا كده الجي 1. امتحان الجي الفول جي، في ناس بتقول ان هو الاحسن ان انت تاخد يعني حصص سواقه مع مدرب سواقه هنا، لو انت بتعرف تسوق كويس وبتعرف تسوق في بلد مش في مصر. يعني بتعرف تسوق مثلا في دول، يعني كنت عايش في الخليج مثلا، بتسوق في دول عربيه، فالسواقه في الدول العربيه نوعا ما في قوانين، فانت هتبقى متفهم الوضع هنا، ممكن تاخد حصه او حصتين مع حد. لو انت بتسوق في مصر اتفرج على فيديوهات كتير لامتحان السواقه، وبعد كده شوف مدرب سواقه او مدرب سواقه يعني محترم، راجل كده بيراعي ربنا، يدي لك مثلا حصه حصتين ثلاثه. لان في ناس الله يصلح حالهم يعني يقول لك لا انت محتاج 10 حصص، محتاج 20 حصه، لازم تدخل جي 2 وبعد كده ندخل فول جي، يفتح لك فتوحه وحصه سواقه اصلا ب $50 او $60، فتلاقي نفسك ان انت دخلت لك في $1000. it doesn't make sense يعني. بس شوف حد جاي يكون محترم، انا هحط لكم كام حد يكونوا من الناس الكويسين ان شاء الله، نسال الله ان هم يساعدوكم تمشي الدنيا بسرعه. انت كده تمام.
خلصت الرخصه، عايز تطلع حساب البنك، تروح بقى انه بنك تطلع فيه حساب. في حسابات كتير وفي بنوك كتير. خليني اقول لك على احسن بنوك. احسن حاجه هم RBC، وبعد كده CIBC، وبعد كده BMO. هم دول يعتبروا احسن بنوك. TD كويس شويه، CIBC في ناس في غبار عليه، ولكن RBC وBMO يعتبروا من الكويسين. والاهم كمان ان هم بيدوا يعني كريدت كارد. انت محتاج كريدت كارد في الاول حتى لو انت مش عايزها، خدها لسببين. اول حاجه، كل حاجه هنا بتمشي بالكريدت سكور، اللي هو رصيدك الائتماني. انت كل ما الرصيد ده زاد او على، هم الماكسيمم 900. كل ما الرصيد ده كان فوق ال 750 فوق ال 800، ده بيسهل عليك حاجات كتير وانت بتأجر بيت، وانت ان شاء الله ربنا يكرمك عايز تشتري بيت. فعشان تبدا تبني في السكور ده من بدري، ابنيه من اول ما تدخل البلد. اول حاجه ان انت تكون معاك كريدت كارد ما بتستخدمش اكتر من 30% منه. فده بقى نعمل ايه؟ تحاول ان انت تاخد كريدت كارد من البنك برقم عالي. فاغلب البنوك بتقول لو انت مثلا نيو كومر بيدوا لك كريدت كارد مثلا ب $2000، في بنوك بتوصل $3000، فده كويس جدا. خد ليك ولمراتك، فانت كده اخدت اثنين. فكل واحد فيكم يبني الكريدت سكور بتاعه. اهم حاجه انت مثلا $2000 ما تستخدمش اكتر من 30%. 30% من 2000 يعني تقريبا $600، فانت ما تعديش $600. 500 400 وسدد، 400 500 وسدد، وهكذا. بس ما تدفعش كتير مره واحده. دي حاجه. لو عايز تدفع مثلا حاجه ب $2000، حط فلوس في الكريدت كارد وارجع اشتري بيه، بحيث تبقى اللي هو انت بتستخدمه ولكن في نفس الوقت انت ما تعديش 30% منه. دي نقطه مهمه قوي. حلو، عشان تبدا تبني في الكريدت سكور بتاعك مظبوط. احنا كده خلصنا السن نمبر. خلينا نراجع عشان انا برضو مش عايز انسى حاجه، معلش. سن نمبر، اوهاب، رخصه، حساب البنك، والكريدت كارد. حساب البنك انت هتفتح حسابين. واحد تشيكينج ده اللي هو بتدفع منه كل يوم. كده كده اغلب البنوك بتبقى عامله اصلا ان انت اول سنه نون فيز. فانت واحد حساب البنك اللي هو التشيكينج اللي انت بتشتري منه كل يوم، وده اللي هتحط فيه فلوس، وده اللي هتعمل فيه كل حاجه. واحد سيفنج، ولو انت جاي معاك فلوس دولار امريكي، الاحسن ان انت ما تحولش كله، لان الدولار الامريكي مازال ماسك نفسه شويه. افتح حساب بالدولار الامريكي برضه. والاحسن لو انت ومراتك ان شاء الله يعني انتوا الاثنين كده يعني بارتنرز كويسين وبتدفعوا ربنا في بعض، وان شاء الله يعني بتبداوا حياه كويسه، فالاحسن ان انتوا تفتحوا الحساب ده. الحسابين هم هيبقوا حساب واحد، هيبقى جوينت اكونت. انت حساب واحد بس في اسمكم انتوا الاثنين، حاجه اسمها جوينت اكونت. انتوا الاثنين عندكم اكسس على الحساب. وفي حاجه اسمها جوينت اور، مش جوينت اند. يعني ايه جوينت اور؟ يعني انا موجود مثلا او مراتي موجوده، اللي موجود هيقدر يتصرف في الفلوس اللي في الحساب. لو جوينت اند لازم الاثنين يبقوا موجودين في نفس الوقت. لكن ان هو جوينت اور بحيث يبقى اي حد فيكم عنده الاثورتي ان هو يسحب، يتصرف، يحط فلوس، يعمل اي حاجه في الحساب براحته. فدي تبقى حاجه كويسه جدا، بحيث ان انتوا الاثنين كل واحد يقدر يتصرف في الفلوس، وفي نفس الوقت كل حاجه بتسمع في الكريدت سكور بتاعكم انتوا الاثنين. كده احنا تمام. فتحت ليك ومراتك التشيكينج. سيفنج بالكندي حتى لو تحط فيه 50 ولا $100، وسيفنج امريكي لو انت جاي معاك مثلا عمله ثانيه، والكريدت كارد ده كده حساب. انت عندك الاربعه. لو عندك اطفال ركز بقى معايا في النقطه دي. النقطه دي مهمه قوي. حاجه اسمها RESP اللي هو Registered Education. والله ما فاكر الباقي، بس اللي هو RESP ده حساب بيبقى خاص بالطفل عشان تحط له فيه فلوس لما يطلع يخلص الثانوي العام، اللي يخلص الهاي سكول بتاعه يبقى داخل الجامعه، الفلوس دي كلها بتروح له. فالموضوع بيمشي ازاي وليه حلو RESP؟ انت بتفتح الحساب ده وبتحط فيه كل شهر حوالي 220 او $230. حلو. وفي المقابل الحكومه بتحط $50. تحط توتال طول السنه. لما انت بتحط $2500 هم بيحطوا $500. وفي اول ما تفتح الحساب بيحطوا لك $500 زياده. فهو اول سنه بيحط لك 1000 في مقابل ان انت بتحط 2500 في السنه. فانت احسبها لو ابنك لسه مولود وانت كل سنه بتحط له $2500 والحكومه بتحط له $500، فانت دول تقريبا حوالي 3000. لما يوصل 14 او 15 سنه بيبقى عنده مثلا حوالي 45 او 50,000. خصوصا ان الجامعات هنا بتبقى غاليه. فحتى لو هو مثلا قرر يدرس بره كندا، كده كده هياخد الفلوس. لو دخل الجامعه واخد منحه بالكامل ياخد الفلوس يشتري بيها عربيه. كده كده الفلوس بتاعته مجرد ما بيجيب ان هو دخل الجامعه، يعني جاب انرولمنت جوه جامعه، خلاص هو مستحق الفلوس دي وياخدها ومفيش مشكله. طيب هو مثلا اخذ سكولر كامله واخوه مثلا ما اخدش واخوه هيدخل بعدها، عادي جدا ان انت تنقلهم على اخوه، ما فيهاش اي مشكله. كل الفاينانشال ادفايزر بينصحوا بالموضوع ده. RESP فلوس جايه لك من ما فيش، انت بتحط فلوس لابنك وهم بيساعدوك، فهم يعني بيشجعوك ان انت تحط فلوس لابنك او بنتك بحيث ان هو
ده هيفرق معاك بعد كده ان هو بيكر في السكه. ده هيفرق معاك بعد كده ان هي كل الحاجات دي رايحه له ان شاء الله، فاكيد مفيش حد هيقول لا الفلوس جايه من الحكومه يعني. بس فار اي دي مهم جدا. في حسابات كتير بقى وحاجات كتير زي التي اف اس اي وزي الفيرست تايم هوم باير والكلام ده كله. ده انت محتاج تقعد مع فاينانشال ادفايزر. لو انت جاي هنا لسه جديد عامل حسابك انت معاك مثلا تحويشه معينه، عامل حسابك تشتري بيت، عامل حسابك تشتري حاجه، فانت كده تمام. تقعد مع فاينانشال ادفايزر، هو هينصحك بالحاجات دي ويقول لك انه حاجه الانسب ليك انه حاجه انسب ليك وللوضع بتاعك كمان. كده احنا خلصنا الحاجات المهمه. السن نمبر انت خلصته، اوهب تمام، تقدر تدخل تتابع في اي مستشفى في اي ووكينج كلينيك تمام. دور على فاميلي دكتور جنب البيت بحيث انت كده تسجل معاه وهيعمل لك التشيك اب كل 6 شهور او كل سنه على حسب فحوصات الدم والكلام ده. خلاص انت كده امورك تمام. هتجيب بقى شقه ازاي؟ الشقه اللي انت هتسكن فيها دي مهمه قوي. هنا بيبقى فيه متقسم حاجتين، حاجه اسمها كوندو وحاجه اسمها ابارتمنت. لو انت هتاخد شقه هنروح بعدها للبيوت. لو كوندو دي اللي هي شقه في عماره، ولكن العماره دي في شركه بنت العماره وباعت الشقق دي للناس، والناس دي بتأجر الشقق اللي فيها، فدي اسمها كوندو لان كل واحده بتبقى مملوكه لمالك معين. كويس. بس ما زال الشركه بتدير العماره، في تحت امن، في ناس في الجراج بينظفوا الحاجه، بيقصوا الزرع، الكلام ده كله هم اللي بيديروه. فانت كده تمام، انت بتروح تأجر الشقه. اغلب الكوندوز بتأجر بباركنج سبوت، ففي الاغلب بتبقى البيلدينج تحتي اندر جراوند بارك. ده بيبقى كويس جدا صراحه. الابارتمنت نفس الفكره، شقق ولكن الشقه، ولكن الشركه بنت العماره وما باعتش الشقق. الشقق دي كلها بتاعت الشركه لسه، وبيأجروا هم الشقق دي. ففي هنا اسامي معروفه يعني لشركات هم عاملين الموضوع ده. في منهم كويسين صراحه واسعارها ريزونبل، بس اغلبها حاجات قديمه. في منها حاجات بتبقى مثلا يقول لك اللوندري مثلا مش ان سويت، مش يعني مثلا غساله والمجفف مش جوه الشقه، لا انت هتروح تنزل تحت، عارف زي ما بتشوف في الافلام كده، لوندريز كتير جنب بعض الكلام ده صراحه. احنا ممكن في ثقافتنا العربيه مش واخدين على حاجه زي دي، فاحنا ما بنحبهاش. فالكوندو تعتبر انسب شويه. كوندو على حسب كام اوضه، اغلب المتعارف عليه بتبقى اصغر حاجه اوضه واحده، بعديها اوضه ودن ده اللي هو زي صاله كده صغيره، يا اما بتبقى صغيره كده جنب الباب، يا اما بتبقى على البلكونه مثلا، فيها بلكونه يعني فيها شباك او كده، تبقى حلوه برده. فانت عندك على حسب المدينه، على حسب الموضوع. لو في الجي تي اي مثلا احنا بنتكلم في حوالي 2000، من اول $2000 2100 اللي هي اوضه واحده، لغايه ما تروح لغايه 2700 او 2900 لو هي مثلا 3 اوض، او في بتوصل كمان $3000. حلو. نفس ال $3000 دول ممكن يجيبوا لك تاون هوم، بيسموه هنا تاون هوم اللي هو تاون هاوس. بيبقوا زي بيوت يعني، بس هي مش ديتاتشد، هم ملزقين في بعض حوالي 4 أو 5 جنب بعض، فانت بتاخد واحد. بيبقى في الاغلب دورين، ساعات بيبقى 3 ادوار لو معهوش باك يارد، وممكن بيبدا نفس الكلام من 2800 3000. ولكن بيبقى الموضوع مختلف ان هو ما فيهوش نفس الرفاهيه، ان انت يعني الباركنج بتاعك تحت العماره ومطمن ان انت مش هتشيل مثلا ثلج وكده، لا انت بقيت مطالب ان انت تعمل حاجات شويه في المجتمع، تشيل الثلج من قدام البيت، تنظف الدنيا عندك، تقص الزرع. فدي الحاجات المطلوبه منك شويه، سواء انت في تاون هوم او في بيت، على حسب انت عدد افراد الاسره عاملين ازاي، وعلى اساسها بتأجر البيت. بتأجره بقى ازاي؟ في كذا ابلكيشن مشهورين قوي، في واحد منهم اسمه هاوس سيجما، واحد تاني اسمه ريلتور. تدخل تشوف عليه الحاجه. لو انت تعرف حد ريلتور اللي هو ريل استيت ايجنت يعني، فده تمام، هو اللي بيعمل لك كل حاجه، وهو اللي بيدور لك على الموضوع، بيقول لك ايه الحاجات المناسبه، تشوف معاه. كده كده هو مش بياخد منك اي فلوس، هو بياخد فلوس من المؤجر. فانت إيه اللي بيحصل المفروض القانوني؟ انت لما تروح تأجر شقه بتدفع شهرين مقدم. ده لو انت وضعك كل حاجه مستقره. لو انت نيو كومر ممكن يطلب منك 4 شهور او 5 شهور عشان يبقى ضامن يعني. في ناس بتخاف تأجر النيو كومر، ممكن ما يعرفش يدفع الايجار، فده بيبقى شويه تريكي. لو انت عندك اثبات مثلا حساب في البنك كبير، عندك شغل، بدات مثلا شغل هنا، او مثلا هتمضي مع مكان عقد، او في حاجه تثبت موقفك ان انت موقفك المادي كويس، فده هيأمن شويه موقفك وهيخليه يقبل ان هو يأجر لك بس بشهرين مقدم. شهرين مقدم دول شهر منهم بيروح للشركه بتاعت الريلتور اللي تبعك، وشهر منهم بيروح للشركه بتاعت الريلتور اللي تبع المؤجر. عشان كده انت بتدفع شهرين. فبالتالي انت ما تقلقش من الريلتور اللي معاك، ان شاء الله تكون اخترت حد يعني ثقه، ويكون حد بيراعي ربنا. فهو كده كده فايدته مش جايه منك، فايدته جايه من المؤجر، فهو مش مضطر ان هو يلبسك في حاجه من الاخر يعني.
بس فبلاش جو ان هو لا انا هروح ادور لوحدي. بالعكس هو هيسهل لك الموضوع، وهو هيقدر يتفاوض في حاجات كتيره ممكن هو يتفاوض فيها. يتفاوض مثلا ان هو الايجار مثلا يبقى شامل الكهرباء، يبقى شامل الانترنت، يبقى مثلا ممكن يزود لك حاجه مثلا يقول له طيب خلاص نبدا بعد اسبوع مثلا من الشهر. في حاجات كده ممكن هو يتفاوض فيها انت مش هتعرف تعملها، فالاحسن ان انت تكمل مع ريلتور يعني. بس كده دي موضوع الشقه. تسكن بقى في الشقه، تبدا تدور على شغل، ربنا يكرمك ان شاء الله. دي يعني اكتر حاجات مهمه ان انت تعملها، ان انت تبني نتوركينج هنا. بص لو هفضل اتكلم من هنا لغايه 100 سنه قدام، نتوركينج، علاقات، تبني كونكشنز قويه، تنزل البارك تتكلم مع الناس. لو انت عندك اطفال تنزل تلعبهم، تلاقي ناس بيلعبوا اطفالهم، تتكلم معايا مثلا. ممكن انت مهندس كمبيوتر مثلا، اللي بيلعب بنته جنبك يبقى مهندس كمبيوتر شغال في شركه. طب انت تخصصك ايه؟ طب انا كذا، طب انا كذا. طب لو انت حتى صيدلي يقول لك طب انا عندي صحابي مثلا صيادله. سبحان الله، ممكن اللي انت بتتكلم معاه ده يفتح لك باب ما تبقاش انت اصلا تعرف ان الباب ده موجود. فدايما نقول يعني طول ما انت بتتعامل مع الناس بما يرضي الله، طول ما انت بتحاول تفتح علاقات وتتكلم مع الناس باحترام، فده هيفتح لك ويسهل لك حاجات كتير. فربنا يكرمك ان شاء الله. دي نقطه تركز عليها قوي اول ما تيجي. بس ولو احتجتوا اي حاجه تانية انا هبقى مبسوط ان انا اجاوب اكيد كل اسئلتكم. حاولت ان انا ما اطولش، اجمع لكم كل حاجه كده سريعا. اكتبوا لي في الكومنتس لو انتم محتاجين اي حاجه بحيث اعمل عليها فيديو تاني. بس وتوصلوا بالسلامه ان شاء الله، ويومكم جميل. وان شاء الله تبقى دي بدايه الرحله، يعني رحله نجاح ان شاء الله في حياتكم. السلام عليكم.